ونظرا للتطورات الحاصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب العدوان الهمجي للكيان الصهيوني على قطاع غزة، قررت وزارة الشباب والرياضة تأجيل جميع المنافسات والتظاهرات الرياضية المبرمجة إلى تاريخ لاحق. ومن جهتها قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تعليق كل المنافسات الكروية إلى إشعار لاحق. سمحين فلسطين المجاهدين تاع الجزائر ومراقدينها، جينا الجزائر العاصمه، العالم كاع ناضي يدير في المظاهرات، والباردين تاعنا اللي قلوبهم باردين اللي يديروا مظاهرات على العدس واللوبيا والخرشف هم راقدينها. هاي الجزائر العاصمه، هاي 11 غير 20 قط ما كاش، ناس كاع راقده. نتوما تحرروا فلسطين، نتوما باش تحرروها، باش حرروا روحتيكم، حرروا خياتكم اللي يخرجوا عليها برا. 12 تاع اللي راني ندور في الجي صوت قط ما كاش، العالم كاع خرج مظاهرات، لبنان اللي قلت لك وخرجوا مظاهرات، الباردين يطححنا بين يديه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هذا اضعف الايمان. لا اله الا الله. ايش انا ندير؟ انا الصهاينه؟ انتم مع الصهاينه ولا انا راني مع اخواني مع الصهاينه؟ انتم لا، انتم ترى تدعمونا، ترى انتم تدعمونا، انتم تدعمونا. دعيني أتكلم عن لماذا التطبيع مع المغرب. الاتفاق كان في سبعينيات القرن الماضي، وسيما بعدما سمي بصفقة القرن أو ما أطلق عليها بصفعة القرن. دعيني أتكلم عن لماذا التطبيع مع المغرب، مع الإمارات ومع البحرين. صحيح. هناك ما يسمى في الاستراتيجيات العسكرية الاقتراب المباشر والغير مباشر. أنت لك وصفت عدو ما في مكان معين ما، ولكن هذا العدو بعيد عنك، فيجب أن تجد حلول حتى تقترب من حدوده عسكريا سياسيا وحتى يمكن اقتصاديا. فالعالم العربي بكامله تم تدميره من قبل الصهاينة لتأمين التواجد الصهيوني داخل العالم العربي. فسوريا هم السبب، العراق هم السبب، اليمن هم السبب، وهذه ترجع إلى دراسة سوسيولوجية لهذه الشعوب التي لا تقبل بالكيان الصهيوني. السودان دمر وقسم بسبب إسرائيل. اليوم المغرب لماذا؟ لأن الجزائر عند الصهاينة وعلنا ليس سرا يعتبرونها عدو، وبالتالي من مصلحتهم أن يقتربوا من دولة لها حدود مع الجزائر من أجل أو محاولة منهم ضرب استقرار هذه الدولة سواء من الداخل أو من الخارج. من الداخل يعلمون أن ضرب استقرار الجزائر من الداخل أمر مستحيل، وجربوا ذلك في التسعينيات، فغيروا الاستراتيجية وأصبح لهم تواجد على الحدود الجزائرية، وهناك حزام ناري من افتعال صهيوني كذلك على طول الحدود البرية. لماذا الإمارات؟ لمواجهة إيران التي يعتبرونها كذلك عدو، والبحرين لها مشاكل جزر غير ذلك، والإمارات كذلك مع الإيرانيين، وبالتالي عدوك عدوي وصديق صديقي صديقي، هذه عملا بهذا المبدأ. بالتالي الصهاينة أرادوا أن يقتربوا من أعداء